عندنا بند السيراميك من البنود المهمه جدا. اول حاجه عندنا نوصل للطلبيه بتاعه السيراميك، بنبدا ان احنا نوزع السيراميك للصنايعيه. بمعنى عندي بلاطه زي كده مكتوب عليها مثلا دي هتركب في حمام الاولاد، في الحوائط والارضيه، وبنكتب تفاصيل تركيب البلاطه بحيث ان كل لون عندنا او كل نوع بلاطه يكون موجود منفصل عن الموديلات الثانيه، بحيث ان الصنايعي عندي ما يركبش حاجه مختلفه او يحصل لخبطه. لان غالبا لما بنشتري السيراميك بيتورد بعدها بفتره وبيركب بعديها كمان، فبيكون في معامل وقت موجود في النص، فلازم اراعي الحته دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندنا بيكون عندنا بلاطه بالشكل دوت 120 في 120 او متر و50 في متر و50، فلازم ليها تجهيزات معينه وليها اشتراطات معينه في التركيب. اول حاجه بنعمل محار الارضيه تتقد، بعد كده بتتعمل بمكنه الهليكوبتر تتمس بحيث ان الارضيه كلها تكون متساويه بالكامل، علشان ده بيتلزق بماده مش بيركب بمونه. الحاجه الثانيه عندنا بنبدا ان احنا بعد ما نخلص خالص، بعد ما ننتهي الارضيه بنسيبها حوالي اسبوع، بحيث ان لو في اي معامله تمدد او في اي شروخ ظهرت نبدا ان احنا نعالجها في الارضيه. بعد كده بنبدا ان احنا ننظف الارضيه، بعد كده بنبدا ان احنا نحط ميه باديبوند ونغسل بيها الارضيه او نرشها بمعنى صح على الارضيه. بعد كده بنمشط الارضيه مكان البلاطه بالماده، وفي نفس الوقت برضو بنمشط البلاطه بالماده زي ما انتم شايفين في الصوره دلوقتي. بعد كده نبدا ان احنا نركب الارضيه. طبعا الارضيه دي ما بتركبش تركيب عادي، وما ينفعش ان احنا نستخدم فيها الحاجات اليدويه. اول حاجه بيكون عندنا الجهاز اللي هو الفيبريشن اللي هو الهزاز، بيبدا ان هو يعمل ايه، يمشي على البلاطه بحيث ان هو يخليها تعمل تماسك مع الطبقه اللي في الارض. ده اول حاجه. ثاني حاجه بركبها بالمشابك اللي هي الكليبسات والصلاب بتاعتنا. السكنس بتاع الصليب عندنا بيكون مكتوب على الكرتونه، وغالبا بيكون 1 ل 1.5 مللي. وبكده نكون شرحنا الجزء الاول في طريقه تركيب سيراميك الارضيات. شكرا لكم ونشوفكم في نصيحه جديده.